السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنعرفكم على كيفية إضافة عرض الفكرة للجدد الذين لم يتقنوا بعد عرض الفكرة ويريدون أن يستقطبوا وما يعرفوا يقدموا فكرة أو ما عندهم خلفية يقدموها بشكل مرتب. سنعرفكم كيف ترفعوا عرض الفكرة إلى الرد السريع على واتساب الأعمال بشكل احترافي. تقدر تعرض الفكرة لأي شخص بقى يسألك عن الفكرة بعد أن تستقطبه، بعد أن تعرض عليه مشروع عن طريق محتوى تشويقي. ويجي يتعرف على المشروع، كيف أن تعرض عليه الفكرة من الرد السريع. الآن سنعرفكم كيف ترفع الرد السريع على واتساب الأعمال في الردود السريعة. أولا نقوم بنسخ هذه تعتبر الخطوة الأولى، نقوم بنسخها. تمام، نعمل تحديد نسخ ونقوم بالضغط على هذه الإشارة والضغط على الردود السريعة اللي هي هذه الردود السريعة، ثم نضغط على هذه الردود السريعة، ثم نقوم بالضغط على هذا القلم الصغير هنا. بعدين نقوم بالضغط على الرقم السريع، نقوم بالضغط على إشارة الزائد، وهذه هي الزائد، عفوا الخطوة هذه نقوم بالضغط على الزائد. تمام، بعد نضغط على الزائد نقوم بتسجيل هنا نقوم بتسجيل هنا رقم 1 اللي هو إيش أفضل فكرة رقم 1، وهنا نضيف المحتوى الرسالة أو الفيديو، هنا نضيف الشرح ومن هنا نضيف الفيديو. بسم الله نبدأ. هنا نعمل رقم 1 وهنا نضيف إيش ننسق الشرح اللي هو عرض الفكرة، نعمل حفظ. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقوم بالتالي. مثلا هذا أعرفها بنفسي، بعد أن أعرفها بنفسي أروح للمكان نفسه، الرد السريع، القلم، وأعمل إيش الزائد رقم 2. أعمل رقم 2 وأقوم بنشر ولصق التعريف بنفسي وأعمل حفظ. نرجع الخطوة الثالثة، نأخذ المقدمة للتعرف على شركة، نقوم بنسخها ونأتي إلى القلم، بعد القلم نأتي إلى الزائد، نسجل رقم 3 مثلا. الخطوة الثالثة نقوم بلصق المحتوى هنا، نقوم بالحفظ. هذه إيش رقم 3 وهذا 2 رقم 3 هذا رقم 3. تمام. الآن نأتي إلى الخطوة رفع الفيديوهات. كيف نرفع الفيديو؟ نقوم بنسخ الشرح. أولا نسخ الشرح، نقوم بحفظ الفيديو في الاستوديو، بعدين نقوم بإيش الرد السريع، القلم، نقوم بإضافة الزائد رقم 4. الآن نسجل رقم 4، نقوم بنسخ الشرح، نقوم برفع الفيديو، وهذا الفيديو نقوم بحفظه. الخطوة التالية، المقطع الثاني نفس الطريقة. المقطع الثاني نسخ، حفظ الفيديو الاستوديو. تمام، ونرجع على الوسائط، الرد السريع، القلم، الزائد. الآن رقم 5 نسخ الشرح، نرفع الفيديو نفس الطريقة الأولى. الفيديو الثاني نقوم بحفظه. نرجع للفيديو الأخير، اللي هو رقم 3، نسخ الشرح، حفظ الفيديو. حصل على دخل إضافي. بعد ما حفظنا الفيديو حصل على دخل إضافي. نقوم بالوسائط، الرد السريع، القلم، الزائد، رقم 6. الآن رقم 6 ونسجل الشرح. بعد الشرح نرفع الفيديو، بعد ما رفعنا الفيديو الموافقة حفظ. وهنا اكتملت الثلاثة الفيديو. الآن نأتي للخطوة الثالثة وهي إيش؟ مثلا إيش قلنا؟ مراجعة لكل ما سبق للمشروع. مثلا مراجعة لكل ما سبق، ننسخها ونروح نعمل رقم 7 الخطوة 7 يعني، وننسخ المحتوى هنا ونعمل له حفظ. الآن نقوم بالخطوة الأخيرة قبل الأخيرة اللي هي إيش؟ ننسخ هذا المحتوى، تعريف الشركة، شرح بدون صوت أي كتابة، نقوم بحفظ الصورة. أيضا نفس الخطوة، حفظ الفيديو، الوسائط، القلم. نعمل الخطوة الثامنة نقوم بنسخ الشرح هنا وننزل حتى نجد أرفع الوسائط. هنا الكاميرا، أرفع الصورة، أعمل موافقة، بعد الموافقة أعمل حفظ. هنا اكتمل العرض بإيش؟ بالصورة، بالشرح، والكتابة، بالفيديو والكتابة. الآن نقوم برفع الأسئلة 12 اللي تستخدم في اختبار القبول. القلم، هذا القلم عملنا رقم 8. الرقم 9 الخطوة 9 نقوم بالشرح، بنسخ الشرح اللي هو الأسئلة، نقوم بحفظها. وهنا يأتي آخر خطوة، نسخ طلب بيانات التسجيل للأضوية، ونرفعها بهذا الشكل. ممكن نستخدمها في الفيديو القادم، سأعرفكم كيف تستخدموها. وهذه خطوات الردود السريعة لسهولة الاستقطاب، سهولة عرض الفكرة لأي مرشح يأتي وأنت منشغل أو غير منشغل أو ما عندك خلفية. هذه هي الخطوات من 1 إلى 10. وهذه الفيديوهات إذا أردتوها ستكون إيش؟ هذه
هذه الفيديوهات اللي هي من فوق 30 وال20 وهذه الفيديوهات هذه قصص نجاح لمن دخل في مشروع من قبلنا أو من قبله. وهذا نكون قد أكملنا الردود السريعة. أتمنى بأن يفيدكم هذا الفيديو. شاكر حسن استماعكم ومتابعتكم، حفظكم الله وسدد خطاكم، وانطلقوا إلى العالمية.